الشباب اللي عاوزة تسافر. أظن مفيش شاب دلوقتي بيخلص دراسته غير وعاوز يسافر. تعالى بقى أديك المفيد. عاوز تسافر؟ نصيحة لوجه الله، حاليا ما تسافرش دول الخليج. حاليا دور على فيزا أي دولة أجنبية، أوروبا، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، أي دولة برا في أوروبا أو كده، وسافرها. وعلى فكرة يا جماعة، الفيزا بتاعت الأماكن دي، في أماكن بتبقى الفيزا بتاعتها سهلة جدا زي سنغافورة. حابة انزل لكم استفسارات عن اسهل الفيزات اللي انت ممكن تعملها لاي دولة اجنبية. بس نصيحة، لو عاوز تسافر وتستمتع بالسفر بجد وتجيب منه فلوس وتعمل منه كل حاجة وتشتغل زي البني ادمين بجد، تشتغل 8 ساعات، وال8 ساعات دول تقبض عليهم بالدولار وتجيب فلوس عمرك ما هتجيبها في اي دولة عربية، سافر دولة اجنبية. بلاش الدول العربية يا جماعة. مهما كنت شغال اي حاجة، مهما كنت شغال عامل، هتروح تشتغل عامل في اي حاجة، معاك صنعة هتشتغلها بره. يعني في الشغل اللي ما يزهقكش في الحياة، والفلوس اللي تخليك تعيش عيشة كويسة وتخليك توفر توفير كويس، وفي نفس الوقت انت في بلد نظيفة، التعليم فيها كويس، الصحة فيها كويسة، العيشة فيها كويسة. انت لو واخد يوم اجازة ونازل تلف في البلد، انت هتنسى ان انت كنت شغال طول الاسبوع او طول الشهر. فنصيحة لكل الشباب اللي بتخلص دراستها وعاوزة تسافر، دور على فيزا دولة أجنبية. هترتاح حتى لو قعدت برا سنة أو سنتين، هتلاقي نفسك عامل اللي انت ما عملتهوش في 5 6 7 سنين في أي دولة عربية.